إضافة بسيطة جدا لعجينة كيكة الشوكولاتة العادية خالص اللي لا فيها لا خلاط ولا مضرب كهربائي هتحولها لتورتة شوكولاتة إسفنجية أحلى من بتاعة الحلواني. معلقة كبيرة من الدقيق ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام وثلاث معالق كبار من الزيت هنقلبهم مع بعض كويس، وهنبطن بيهم أي صينية ممكن نستعملها علشان نعمل بيها الكيكة دي. بعد كده هنجيب كوبايتين من الدقيق ونص كوباية كاكاو خام، معلقة كبيرة بيكنج باودر وفانيليا وننخلهم مع بعض. هنضيف عليهم كوباية سكر ورشة ملح. هنقلب المكونات الجافة مع بعض، بعدين هنضيف عليها بيضتين بحرارة الغرفة، كوباية حليب، نص كوباية زيت، وبعدين معلقة صغيرة خل، وهنقلب كله مع بعضه كويس. بعد كده هنجيب كوباية إلا ربع من مية سخنة بتغلي، نص معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم أو بيكربوناته، ومعلقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان. هنقلبهم ونحطهم على الكيكة وهي سخنة كده، وبعدين هندخلهم الفرن على حرارة 180 درجة نص ساعة. بعد ما تطلع هنزينها بصوص شوكولاتة، هحط لكم الرابط بتاعه في أول تعليق مثبت، وألف صحة وعافية عليكم.